ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اسف على منظري عشان انا بقى لي اسبوع حرفيا تعبان، عمال اخد حقن. قبل ما نبدا فيديو النهارده عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. طبعا عارف الفيديو ده ولا هيجيب لايكات ولا هيجيب مشاهدات ولا هيجيب اي حاجه عشان انا ما بنزلش بقالي كتير، وطبعا انتوا اتعودتوا على كده، بس اقسم بالله انا تعبان. وبعدين انت ايه، باركولنا على الشقه الجديده عشان احنا كنا بننقل، وده برده كان سبب تعطيل اكتر ما انا متعطل. فاول فيديو في شقتنا الجديده كان نفسي اعمل لكم فلوج اوريها لكم، بس حسيت ان الموضوع بايخ الوقت. ايه المشكله؟ بس عادي يعني، ده الريسبشن. المهم يا اخواتي، مقلب النهارده انتوا طلبتوه مني كتير قوي، بس قبل ما اقول المقلب اعمل لايك. لو الفيديو ده وصل 5000 لايك هنزل لكم فيديو تاني. مقلب النهارده الاغماء في روان اختي. طبعا ناس كتير قوي طلبته مني، هي دلوقتي قلت لها البسي عشان المفروض مفيش حد اصلا، مفيش حد غيرنا، فانا هاخدها واوديها عند امي عند بيت ستي يعني، هقول لكم تفاصيل حياتنا يعني. فقلت لها البسي. طبعا هي عارفه انا بقالي اسبوع تعبان برد وبتاع، فلما اعمل فيها مقلب الاغماء هيخش عليها. طبعا انا قطعت عشان اخويا احمد جه. طبعا في اللحظه اللي انا وقفت فيها قلت لاحمد ان انا هعمل مقلب فانت عيش معايا. فمش عايز اطول عليكم، هشوف مكان اثبت فيه التليفون عشان انا لسه ما اعرفش اي حاجه ومش عارف اخبي فين، وهنبدا. يلا بص يا اخواتي، طبعا احنا المفروض كنا ايه زي ما انتوا كنتوا عارفين، بس رنا قالت لي تعالى نصور الشقه. والشقه مش متروقه اصلا والله. انا اوريكم بس ايه، ليه مفتح الشقه؟ طبعا عشان انتوا عارفين بيتنا القديم، طبعا بيتنا القديم لسه زي ما هو موجود اصلا يعني، كل حاجه موجوده، بس احنا ايه خدنا شقه تانية يعني، احنا خدنا شقه تانية نقعد ايه في نفس عندنا برضه في الحمام ده، بس على الطريق بره. فايه تعالى اوريكم تفاصيل كده ايه خفيفه كده يعني. انا اوريكم بس من الشارع، تعالى التيران نوريكم. طبعا البلكونه بتاعتنا المتواضعه تمام، وده شارعنا المتواضع، شارع توك توك كده اهو، شارعنا المتواضع، وده حوالين الدنيا. دوختني وراك ليه يا اسطى؟ ودي الزرعه بتاعت اخويا محمد، جابها من البيت التاني مخصوص. والله. ودي شايلها من الترابيزه كنت منفضه. دي زرعه اخويا، دي زرعه الذره. كم هير. وهنا الرينج لايت، وهنا صورتي انا واختي، وهنا الشباك. تمام، انا بس اوريكم تفاصيل بس على طول كده عشان انتوا طبعا ايه يعني وريهم. جوه لا ده ايه؟ بقول لك البيتي فور كنت باكل فيه. تعالوا لهم اوضتي. تعالى نوريهم. وريهم الحمام طروم. خلاص المساحه في الوش. عادي اوريهم عشان لو عايزين تشتروها ولا حاجه هنبقى نبيعها لكم. الله يكسبك، المطبخ مش بتروق. هنا امي عامله رز. المهم مش عاملاها لايف. هنا امي عامله رز خرب التلاجه. الحمام ده لا عشان برضه لا والله حاجه عامله ازاي. وريها الحمام والنبي التاني بتاع الحمام التاني. ده الحمام خلاص. طبعا يا اخواتي دي اوضتي، سيبوكم بس من دي، بلكونه سيبوكم من العرسات دي كده ايه. ده انا بحب دي قوي. طبعا ميكي ماوس والكلام ده كله، طبعا ايه تبان ان هي اوضه اطفال، بس اختي انا فارشها لحد ما اجيب فرش اسود وافرشها، فاهمين، لحد ما افرشها. وطبعا ده اسمي اللي بينور، وده صورتي انا وتيم الله يرحمه. حلو. ودي الستاره بتاعتي اللي كانت في الاوضه الثانيه، ودي النص الثاني، ودي المرايه اهو، واحنا اهو. طبعا سيبكم السرير واللي مفروش على السرير، فاهمين. ودي المرايه بتاعتي اللي كانت في البيت الثاني، ودي انجازاتي، الدرع بتاعي والدرع الثاني، ودي صوري برده، وايه، وده شباك، ده دولابه، وده دولابي اهو. انا اول مره اشوفه متروق اقسم بالله. شويه مش عايز عندي لبس قد كده ما بلبسوش. لا بص الناحيه الثانيه اصلا من تحت، بص من تحت والدنيا خلاص. وهنا البلكونه الثانيه، تعالى خلاص اوريك. عشان منشر جوه. يا هو كل حاجه جوه، ايه المشكله؟ ما عندهم زينا برضه. ده المنشر، وده الشارع التاني، ده الشارع الثاني. هنا الشارع انضف من الناحيه الثانيه. لا انا ما فيهوش حد. بس اخواتي وهنا نطلع الاول. بس الروف اسمه روف في البلكونه. الروف ده ده البلكونه. تعالى انا اوريكم الروف. طبعا يا اخواتي احنا الروف ده قبل دي القطه بتاعتنا سايبينها بره عشان ايه، لسه بتعمل بيبي في بتعمل بيبي في البتاع. بيبي طبعا يا اخواتي ان شاء الله الروف ده بكلمكم جد والله، الروف ده هننضفه يعني. هات بص الكراكيب دي يا احمد، بص عايز كده بقى ناحيتنا. طبعا ان شاء الله الروف ده انا هجيب حد يعمله عشان افرشه وابقى اصور فيه يعني. انا هفرش جنب منه، ممكن نفرش الجنب ده كده مربع ده كده نفرشه عشان هنحط ترابيزات. حلو. وهبدا اصور لكم فيه بقى تحديات، عشان لو في تحديات مش هينفع تحت نعملها فوق، هنبهدل عادي هنا براحتنا، بس هنبقى ننضف الدنيا وبس كده. طبعا ايه، طبعا كان في اوضه ثانيه مش هينفع اجيبها لكم
في الفيديو تحت عشان عشان أوضة اوضه نوم. النوم بقى ومش هينفع اي حاجه تيجي، فتكونوا شفتوا الروف وشفتوا الحمام أجزاء من تاني الشقة. في لولي مش هينفع. الغسالة ف بس انزلي بقى خلاص بقى، مش هبقاش. يلا انزلي انا اخلص هتكلم مع الناس بس عشان اقول لهم ان في تصوير تاني جديد وبتاع وباجي. انزلي والله بجد يا ست، انجزي بقى. انت طبعا عارف المقلب ها؟ انا نزلتها تحت دلوقتي عشان انا عملت كل ده عشان بس ما تشكش، يعني هي خلاص قفشتني مش هينفع تسيبني، فانا عملت كل ده عشان اقدر اعمل المقلب. فانا هنزل دلوقتي احاول اثبت التليفون باي طريقه واقول لها يلا عشان نمشي وبتاع، واعمل نفسي ان انا تعبان وانت احمد عيش، فاهم؟ كأن انت خش جوه، هي اكيد هيحصل حوار هتنادي عليك، فخش جوه بتاع. المهم انها في مقلب النهارده، تعال بقى ننزل عشان نعمله، يلا. طبعا بعد اعجوبه خليت احمد خدها ودخل الاوضه يعملوا اي حاجه، فانا جبت مكانه خبيت التليفون، هي لو اتجننت مش هتشوف، فانا هعمل اي حوار بقى ان هي تيجي وهبدا ان انا اعمل الموضوع. هات يا احمد شنطتي من جوه. يلا يا حمد لو هننزل. ماشي اقفلها وانا جايه. هتنزل معانا؟ هتنزل معانا؟ لا يا حماد، هننزل دلوقتي. يما جاهزه؟ طب بقى لحد ما نلبس عشان ننزل مع بعض. ما احمد قال مش هيجي. ليه؟ مش عارفه، قال مش هيجي. البس دي ولا الشنطه السوداء؟ انت مش سكرانين كده ليه؟ هتقع مني في الشارع؟ هتنزل يا احمد ولا ننزل احنا؟ اصبروا 5 لو كده هنزل. انت خدت العلاج النهارده؟ طب اهو اقعد قبل ما هو ما ينزل تكون انت هديت شويه. قوم اقعد على الركنه. مش يا ابني انت واخد 3 حقن؟ انت كويس؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ احمد! احمد! خد هات كوبايه ميه من جوه. حامد بسرعه. ايه اللي حصل يا بنت كده؟ اغمى عليه. ايه؟ اغمى عليه. حامد يا ابني يا ابني. هو كلب؟ مش عارف. هو اللي ميت يا عم، اوعى تلاقيه دايخ عشان تلاقيه ما كلش.
مش عارف. قوم اشرب قوم اشرب قوم اشرب. قوموا معايا يا عم، انت مالك ليه؟ امسك. انت كلت؟ امال مالك بقى؟ قوم اقعد على السرير. طيب قوم اقعد على السرير. امسك. قوم اقعد على السرير. نام مش هننزل. ولا حصل اساسا يا ابني هو تعبان عنده برد بقاله كام يوم، فالبرد مروحه. خلاص مش هننزل، قوم ننام شويه. في علاج هتاخده؟ لا رد عليا، ما تنامش. قوم لما تشوفي يا ابني. يا نهار اسود يا ابني. هات تليفوني هات تليفوني، ارن على امك. هات تليفوني هات تليفوني. انا مش عارفه اشوفه، في ارن عليه. حامد 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 حامد. انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اديتي التليفون. انا اعمل ايه؟ رن عليه رن عليه. انا رميته مش عارفه حطيته فين. اطلعوا. ايه ده؟ انت شكيت عليه؟ يخرب بيتك والله. قلت اغمى عليك بجد. عملت شكلك ما كنتش عارفه اتصرف ازاي. كنت لسه قلت تعالى انزل الدكتوره تحت. وانا عمال اتبارد عليك. ده انت حيوان. انا بخاف ما بعرفش اتصرف. مش تبقى بتكسر من شويه ما انا اتوترت. عشان اطلع على رجليها. اهو اهو بتقعد تدور عليه. ما انا انا بتقول دمك. لبستي؟ هو ده بيتصور؟ ايوه طبعا. قول والله. والله. ايه؟ يخرب بيت دماغك. انا قلت اقفل الفيديو فوق. ما انا ما بعرفش ما تعملش. مش هعرف اعمل حاجه. ارميك من فوق. ما اعرفش اعمل حاجه. بتقول لك انا ما عرفتش. انا ما اعرفش. ما انا ما بعرفش اتصرف. ماسكه التليفون بقالها ساعه وتقول له التليفون فين؟ فين هو وانا الجيجا؟ بتوتر مش هنسى. اغمى عليه قاعده جنبه مش عارف. مش عارف اعمل. انت قاعده. انت ايه البرد اللي انت فيه ده؟ فردي كنت مغمى عليها بجد. ما انا قلت انت دايخ مش مغمى عليك عشان انت عندك برد. انا كنت مرميه هنا برضه الصبح. فانا اعمل ايه؟ ارن بقى على امك تقول لي لو في علاج هتاخده. بتقول لي حامد حامد التليفون فين؟ اهو. ما انا مش انا رميته واتوترت. ده اصلا ما فاضي. عملت كل ده عشان اعمل فيك المقلب ده. عملت كل التصوير ده عشان اعمل فيك شويه الصغيرين دول. بيه ما بعرفش. انا قلت لسه بره كده امسك كده رجلك واحمد يمسك. ايه ده كوريكت؟ وانا مش عارفه اعمل ايه. ما انا مش بعرف اتصرف. المهم يا اخواتي مش عايز اطول عليكم عشان تقريبا كده الفيديو طول اكتر انتوا يا من لازم. قعدوا فلو يقولوا عجبكم اعملوا وعايزين حاجه هو تاني فين يوم؟ اهو. طب وكتاب اللي انا شايفاه. وكتاب اللي انا طب انا فين؟ انا فين؟ عشان بصور بالكاميرا اللي ورا عشان ما تاخديش بالك. يعني دي مش كاميرا. وانا بدور الكاميرا ايه؟ طبعا يا اخواتي لو المقطع عجبك تقدر تدوس لايك وسبسكرايب، ولو عايز تاني قول في ما الكومنتات. لا ما تعملوش تاني. ما بعرفش اتصرف في يا رب الحاجات يكون دي. الفيديو عجبكم السلام عليكم.